بنسمع كتير عن علاقات ما بين الجن والبشر، وده اللي هنشوفه في قصة فيلمنا النهاردة. لكن قبل ما نبدأ الفيلم ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس. بيبدأ الفيلم مع أرنولد وهو مروح بعربيته بيصدم واحدة ست بالعربية وبتموت، وبيتصل بالشرطة اللي بتيجي وبتحقق في الحادث، وبتقول الناس للشرطة إن الست اللي ماتت مشهورة إنها صاحبة الكلاب. وبتروح الشرطة على مكان بيت الست، ولما بتوصل الشرطة للبيت بتلاقي الكلاب محاوطة البيت. وبيدخل الضابط للبيت وبيلاقي بنت مربوطة بسلاسل، وبتسأل عن أمها وبيقول لها إن أمها ماتت. وبتحفظ الشرطة الحادث، وبتكون البنت كانت محبوسة طول الوقت وما تعرفش حتى مين أبوها. وبيشوف سامو عامل المشرحة رمز غريب على إيد الست وهو بينقل الجثة. وبيتصل سامو بدكتور جونسون وبيبلغه إنه لقى واحدة منهم. وبنشوف الدكتور وهو بيخلع عينه الصناعية، وبيفتكر الدكتور جونسون لما كان حابس كذا بنت حامل، وبيقوم بإجهاضهم واحدة ورا التانية لحد ما بتيجي واحدة منهم تضربه في عينه وبتصفيها، وبعدها بتهرب وما بيلاقيهاش تاني. وبياخد أرنولد البنت للمشرحة علشان تشوف أمها. وبيبص سامو موظف المشرحة للبنت اللي بتروح تقعد على السلم وبتطلب منهم إنهم يطفوا البخور. وبتشوف البنت في الغابة وهي مروحة أمها اللي ماتت بتنده عليها، ولما بتقرب منها بيتغير شكل الأم بطريقة مرعبة. وبتبلغ بنتها إنه هيجي علشان ياخد منها حاجة ولازم إنها تديها له. وبتخاف ليندا وبتهرب من المكان. وفي اليوم التاني بيروح الدكتور جونسون وسامو موظف المشرحة للغابة علشان يراقبوا ليندا، واللي أول ما بتشوفهم بتدخل للبيت وبتغطس وشها في جردل المية. وبيدخل جونسون للبيت بس ما بيلاقيش ليندا، وبيلاقي خصلة من شعرها في جردل المية. وبالليل بيشوف أرنولد في البيت آثار رجلين مليانة دم، ولما بيمشي ورا أثر الرجلين بيلاقي ليندا مستخبية تحت السرير، وبتقول له انقذني منه لأنه عايز يقتلني. ولما بيسألها أرنولد مين اللي عايز يقتلها بتقول له الراجل اللي معاه أعواد البخور، وبتقول له إنها شافته قبل كده مع أمها وهي صغيرة، ووقتها طلبت منها أمها إنها تهرب، وجريت ليندا منه وهي مش عارفة هو عايز يقتلها ليه. وبيقرر أرنولد إنه يخلي ليندا عنده في البيت، وبيسيبها في اليوم التاني وبيروح على شغله. وبتشوف ليندا خيال بيعدي من جنبها، وبتقوم تدور في البيت بس ما بتلاقيش حد. ولما بترجع لأوضتها بتلاقي واحدة نسخة منها قاعدة على السرير لكن شكلها مرعب. وبتجري ليندا على الحمام وبتسمع صوت بيقرب منها، وفجأة بتلاقي ست لابسة اسود واقفة جنبها، فبتغطس ليندا وشها في المية. ولما بيرجع أرنولد من شغله بيقول لليندا إنه لقالها دور رعاية علشان تعيش فيه، وبتعيط ليندا وبتترجاه ما يوديهاش هناك لأن الراجل ممكن يلاقيها هناك. وبالليل بيشوف أرنولد ليندا وهي بتاكل بشكل غريب من الزبالة، وبتقول له إنها كانت جعانة، وبيحط لها أرنولد أكل وبتاكله كله بطريقة غريبة. وبيهتم أرنولد بليندا وبيجيب لها لبس جديد، وبتتفرج ليندا على التلفزيون بتشوف قصص الحب، وبتقف قدام المراية وبتكرر نفس الكلام اللي سمعته. وقتها بيجي لها ألم فظيع في جسمها، وبيحاول أرنولد إنه يساعدها بس بتدخل أوضتها وبتقفل على نفسها. وبتنزل ليندا للشارع من شباك الأوضة، وبتلاقي كلب من بتوع أمها واقف مستنيها، وبتعض ليندا الكلب لحد ما بيموت وبينتهي الألم اللي في جسمها. بعدها بتفضل تبكي. وبيشوف أرنولد قدام بيته الكلب اللي مات والناس بتتفرج عليه وما بيعرفش مين اللي قتله. وبتسمع ليندا صوت العرافة في البيت وهي بتقول لها خلي السلالة تنتشر، وبتتوتر وبتخاف. وبيشوف أرنولد ليندا خلع ضوافرها بسكينة وإيدها بتنزف، وأثناء ما بيحاول إنه يعالجها بتقول له ليندا بحبك، وبتقرب منه وبيحصل بينهم علاقة. وبتكون العرافة شايفة كل اللي بيحصل. وفي اليوم التاني بيروح جونسون لأرنولد الشغل وبيسأله عن ليندا، وبيركن أرنولد معرفته بيها وإنه ما يعرفش مكانها. وبيقول له جونسون إن ليندا جنية مش بشرية وأبوها عفريت من العالم السفلي. وبيندهش أرنولد وما بيصدقش كلام جونسون. بيقول له جونسون إن الجنيات بيمثلوا على البشر الطيبة وبيقربوا منهم علشان شيء معين، وأول ما هتوصل له هتقتله. وبيراقب سامو أرنولد وهو مروح علشان يعرف مكان البيت، بس بيشوفه أرنولد وبيهجم عليه. بيخبط سامو أرنولد في دماغه وبيهرب. بعدها بيروح أرنولد في البيت وهو مجروح، وبتسأله ليندا مين اللي عمل فيك كده. بيقول لها الناس اللي بتدور عليكي، وبتعالجه ليندا وبينام. وبيسمع سامو صوت جاي من تلاجة الموتى. لما بيدخل علشان يشوف مصدر الصوت بيلاقي أبواب التلاجات مفتوحة على الجثث، وبيستغرب سامو وبيحاول إنه يقفلها، لكن فجأة بتظهر له ليندا وبتهجم عليه وبتعضه لحد ما بيموت. وبيشوفها عامل صديق سامو وبتهرب ليندا من المكان. وفي اليوم التاني بتتصل بأرنولد خطيبته وبتقول له إنها جاية تزوره وتطمن عليه. وبيخبي أرنولد ليندا في أوضته عشان خطيبته ما تشوفهاش. ولما بتوصل خطيبته بتقرب منه، بيشوف أرنولد ليندا وهي بتبص عليهم من الشباك فبيبعد عنها.
وبتتضايق خطيبة أرنولد وبتسيبه وبتمشي، وبتقرب ليندا منه وبتقول له أنا اللي حبيبتك. وفي الوقت ده بترجع خطيبته وبتشوفهم وبتسيبهم وبتمشي. بيتضايق أرنولد وبيزعق لليندا وبيطردها من البيت، بس ليندا بتخنقه في الحيطة وبتقول له إنها مش هتمشي، وبيخاف منها أرنولد وبيدخل الأوضة وبيقفل على نفسه. وبيشوف أرنولد خبر موت سامو في التلفزيون وإن في بنت قتلته وهربت، وبيبدأ إنه يبحث عن الموضوع وبيعرف إن من فترة في مجموعة شيطانية خطفت بنات صغيرة عشان يقيموا علاقة مع العفريت. بعدها ظهر مجموعة بيقودها دكتور جونسون، وكانوا بيجيبوا البنات دي وبيجهدوهم ويقتلوا أطفال العفريت. وبيعرف أرنولد إن العفريت أخطر من الجن لأنه بيقدر يقيم علاقة مع البشر، إن طفله بيتولد خلال شهر وبيكون في سم بيجري في دمه، ولو ما قدرش يخرجه كل مدة بيموت. وبيعرف أرنولد إن الست اللي ضربت جونسون في عينه وهربت تبقى أم ليندا، وإنها جت من نسل عفريت فعلا. وبيقول أرنولد ليندا إنه عشان يسيبها تقعد معاه في البيت لازم يربطها بسلاسل، وبتوافق ليندا وما بتعترضش وبتقول له إنها حامل منه. وفي الوقت ده بيوصل دكتور جونسون والمجموعة اللي معاه ويدخلوا عليهم، وبتخاف ليندا وبتستخبى ورا أرنولد اللي بيسيبها معاهم في الأوضة وبيخرج. وبيولع جونسون البخور وبيربطوا ليندا، وبيقول لهم جونسون إنهم يفضلوا يضربوا فيها لحد ما يجهدوها وتموت. وبيكون أرنولد هو اللي اتفق مع جونسون وقال له على مكان ليندا. وبيروح أرنولد على بيت أهله بيفضل يعيط، وبتجيله خطيبته بتقول له إن أهله فاكرين إن هي السبب في الحالة اللي هو فيها ولازم يعرفهم الحقيقة. وبيقول لها أرنولد إن البنت اللي شافتها معاه جنية وحامل منه وإنه سابها علشان تموت. يرجع أرنولد بسرعة على بيته علشان ينقذ ليندا، بس بيلاقي المجموعة اللي مع دكتور جونسون مقتولين. ولما بيروح جونسون على بيته بيلاقي ليندا نايمة على السرير، فبيحاول إنه يخرج لكنه بيلاقي أبواب البيت كلها مقفولة، وبتقرب منه ليندا وبتقتله. بيموت دكتور جونسون، وبيشوف أرنولد صورة خطيبته عليها آثار دم، وبيتصل بيها بسرعة وبيقول لها تفضل في البيت وهو اللي هيجيلها لأن ليندا لسه عايشة وهتيجي تقتلها. بتلاحظ لارا خطيبته إن العصفور بتاعها مش موجود، ولما بتدور عليه في البيت بتلاقي ليندا قاعدة بتاكله. تهرب من قدامها وبتستخبى، بس فجأة بتلاقيها قدامها وبتمسكها وبتفضل تضرب فيها وبتبقى عايزة تعضها، لكن لارا بتضربها بالكرسي وبتقع ليندا على الأرض وبتتألم بسبب الحمل. تصعب على لارا اللي بتقرب منها وبتجيب لها مخدات علشان تولدها. وفجأة بينطفي النور وبتظهر مجموعة من أتباع الشيطان وبيبصوا على ليندا وهي بتولد، وبيكون الطفل اللي اتولد طبيعي زي باقي البشر. وبتروح لارا على الحمامة عشان تغسل ايديها، ولما بترجع بتلاقي ليندا اختفت والطفل موجود. في الوقت ده بيوصل أرنولد وبتحكي له لارا على اللي حصل، وبيشوف الطفل. وبيروح أرنولد على بيت ليندا اللي في الغابة وبيلاقيها موجودة هناك، وبتقول له انه يمشي ويسيبها. بتبص للكلاب وبتقول له انهم بيفهموها اكتر من البشر وعارفين انها لازم تخرج السم اللي في جسمها كل مدة، مع ذلك مش بيمشوا ويسيبوها. بتقول له انه يهتم بابنهم لانه بشر ومش زيها. بيحضنها أرنولد، وفي الوقت ده بتكون ليندا عايزة تخرج السم من جسمها لكن مش بترضى تعضه، وبتموت بسبب اللعنة اللي اتولدت بيها وهي ملهاش ذنب فيها. ولحد هنا بيخلص الفيلم. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، ونشوفكم الملخص الجاي.